النهارده هقول لكم بعمل ازاي الجدول بتاع نوشن اللي كنت وريته لكم في الفيديو اللي قبل كده. اللي ما شافش الفيديو يا ريت يروح يشوفه. اول حاجه هنعملها وهي ان احنا نحمل من الموقع الرسمي بتاع نوشن. هنعمل داونلود ونختار ماك اند ويندوز ونحمل الابلكيشن نسخه الويندوز او الماك على حسب انت عندك ايه بالظبط. بعد كده هنروح للابلكيشن نفسه. ده الجدول اللي كنت وريته لكم في الفيديو اللي فات، هوريكم دلوقتي ازاي تعملوا واحد زيه. هنعمل اد بيج، بعدين نسميها مثلا ستادي بلان، تمام، ونختار empty with icon عشان انا بحب احط ايكونز. ونختار مثلا ايقونة المستشفى على اساس ان لو حد فيكم نفسه يدخل طب وكده. وبحب برضو اخلي هنا فول ويدث عشان ياخد مساحة اكبر. بعد كده في ممكن تاد كفر، تختار كفر للصفحة عشان ده بيدي شوية جماليات كده. بعدين هنيجي هنا ونعمل سلاش اللي هي المايلة دي ونكتب تيبل ونختار تيبل فيو، تمام، ونعمل نيو داتا بيس. هيطلع لنا الجدول الجميل بتاعنا زي ما انت شايف. هنسمي المواد زي ما احنا عايزينها، اناتومي مثلا، اناتومي. ونقدر هنا نضيف العدد اللي احنا عايزينه من البروبرتيز، مساحات تضيف فيها بقى. مثلا انت لو خلصت المادة هنا تكتب ايه، لو تعمل تشيك بوكس مثلا. نعمل هنا تشيك بوكس، ثانية واحدة نختار تشيك بوكس ونسميها فيرست باس. ده الفيرست باس، تمام. لما تخلص الماده تروح عامل لها تشيك. بتقدر تختار الاوردر بتاع المواد بس دي خليها بعدين. نقدر نضيف العدد اللي احنا عايزينه للمواد، مثلا اناتومي، بايو كيمستري. ديت ماده البايو كيمستري. نقدر هنا نشوف مثلا نعملها رينيم، نعمل هاو بيرفكت. انت شايف نفسك بيرفكت قد ايه في الماده، هاو بيرفكت. وتدي لنفسك مثلا تقييم 1 من 5 أو 2 من 5 على حسب انت شايف انت متمكن من المادة قد ايه. مثلا ندي في الاناتومي 2 من 5 عشان لو حبيت ترجع تراجعها تاني. نعمل هنا مثلا رينيم ديت الريفيجن او المراجعة. وزي ما انت شايف تقدر تنقلهم زي ما انت عايز وتعدل المواد نفسها والترتيب. وانت بقى تفضل تعدل على الجدول وتضيف حاجات وتضيف المواد بتاعتك وتشوف. ممكن نضيف برضو هنا التاريخ او الديت اللي انت بدأت فيه المادة او خلصتها، فينيش ديت مثلا. ونخلي هنا التايب ديت، اوكي. فكده احنا نقدر نحدد التاريخ اللي خلصنا فيه المادة. مثلا النهاردة انا خلصت الاناتومي، فاختار تاريخ 11/5 انا خلصت الاناتومي وعملتها فيرست باس. وبكده عندك الجدول. حاجة كمان حبيت اوضحها، انك تقدر تدخل على كل بيج من دول وتكتب الملاحظات اللي انت عايزها، او ممكن تعمل تيبل فيو تاني وتضيف المواضيع كمان بتاعت المادة وتعمل لها جدول. فالموضوع فليكسيبل جدا في البرنامج دوت، وحقيقي هيفيدك في تنظيمك لمذاكرتك وفي حاجات كتير جدا في حياتك لو انت بتدير مشروع او بتدير اي حاجة. فالنوشن من اعظم الابلكيشنز اللي ممكن تتعلمها. في ليها كورسات كتير على اليوتيوب، ما تعتمدش بس على الفيديو ده. وبالتوفيق للجميع.